انا في حاجه عايز افهمها، هو ليه المسلسلات في رمضان الكوميدي تحسه قصه حزينه وبائسه والاعمال الدراميه مليئه بالكوميديا؟ يعني مثلا ما اعتقدش ان مفيش حد فيكو ما شافش عزوز وامه اللي اسمها حظ في مسلسل بابا المجال اللي لو فطس على روحه من الضحك، مع انه مش مسلسل كوميدي. الله 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 على نور الكهرباء. طالعين على المسرح اهو في 60 دقيقة واروح في نصيبة. بيتك يلا، اما زعقش بيتك وانت جاي مضروب بالجزمة على بوزك انت وبوز الفقر اللي جنبك دي، يتحنى في الخشب يستحمل المناشير. انت عايزة ايه يا ابني؟ اغزي نفسي بسكينة في قلبي وافرفر تحت رجليكي. اخص عليك يا وهون عليك توسخني الارض بدمك، ده انا لسه ماسحه. ولو جينا عند مسلسل زي الاكسلانس بتاع محمد سعد نلاقي قصه بائسه محدش بيضحك فيها الا الممثلين اللي واقفين قدام محمد سعد بس. طب والجمهور يا نجم، والجمهور يا حاج عناوي؟ حسن احب ابلغك بكل صراحه ايه انك للاسف مش مقبول بوشك اللي شبه يعقوب بنيامين حنانيا، خواجه صاروخ رسمي، ما ينفعش مش قبلك. يعني ايه؟ المدبب ما ينفعش. تعالى يا حسن انا ممكن امشي لك الجوازه. قصة حزينة، وطبعا ده بصرف النظر عن مسلسل جعفر العمدة، معلم جعفر اللي مش عايز يبص وراه، اللي لو بص وراه كل مشاكله هتتحل والله. كان هيلاقي ابنه ويشوف اللي حط له البودرة في الشنطة. قصة حزينة. كان معكم عمو ريشة اللي مش عاجبه العيشة. سلام عليكم.